لو انت طالب ثانوية عامة 2024 فالفيديو ده مهم جدا جدا ليك، ومفاجأة كبيرة جدا جدا انك ممكن تحصل على منحة دراسية لكليات الطب، سواء كلية طب بشري، اسنان، علاج طبيعي، كمان صيدلة. تقدر تدرسهم لا قدر الله لو انت ما قدرتش تجيب مجموع يأهلك انك تخش كلية حكومية بمجموعك. لا، في منح نزلت والحمد لله نزلت، وفي قرارات كمان جديدة كمان انك ممكن تدرس كمان منحة في جامعة مصرية كمان بإذن الله. القرارات دي نازلة جديد ان انت ممكن كمان تاخد منحة لجامعة حكومية تدرس فيها طب لو انت لا قدر الله ما جبتش مجموع يأهلك لكلية الطب. ايه هي الشروط اللي تقدر تخليني التحق بكلية الطب لو انا ما جبتش مجموع واحصل على منحة دراسية كاملة من غير ما ادفع فلوس؟ يلا مع بعض نبدأ الحلقة. السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا وبعتذر عن الانقطاع الدائم ده، بس انا عندي امتحانات الفترة دي، فانا هفضلكم بإذن الله الفترة الجاية، لان هنزل لكم حلقات كتيرة جدا جدا عن الكليات بإذن الله، وعن التنسيق، وكمان عن انك ازاي تنجز المواد بتاعتك باذن الله، في تريكات وحاجات مهمه جدا جدا هقول لكم عليها باذن الله في وقتها باذن الله. نتكلم النهارده عن المنح الدراسيه. لو انت الاول طالب عشان ما تضيعش وقتك بس مقتدر ماديا، اهلك عندهم اراضي وعقار كتير، الفيديو ده مش هيكون مناسب ليك. انا بتكلم حاليا في الفئه اللي لا قدر الله ما قدرش تجيب مجموع يأهلها لكليه الطب وعايزه تاخد منحه، وظروفهم الماديه ضعيفه، ما يقدروش ان هم يدخلوا اولادهم كليات خاصه اللي بتبقى ب 300,000 في السنه والكلام ده كله. طب ايه هي الشروط بقى اللي لازم تكون منطبقة عليك؟ وقبل ما اقول لك كمان على الشروط، انا هساعدك باذن الله. اول حاجة في التقديم، تاني حاجة كمان هديلك كورس مجاني ايلتس باذن الله. هتاخد الكورس ده مني، هتذاكره كويس جدا جدا. اول اختبار في المنحه باذن الله انت هتجتازه بنسبه كبيره جدا، ويعتبر ده اهم اختبار. طب ايه هي الشروط بقى اللي لازم تكون متطابقه عليك علشان تقدر تحصل على المنحه الدراسيه دي؟ اول حاجه انك لازم طبعا تكونك من الجنسين، اول والدك والدتك مصريين. تاني حاجه لازم يكون دخل والدك ما بيزيدش عن 10,000 جنيه في الشهر. لو والدك بيزيد عن اكتر من كده فما ينفعش تحصل على المنحه الدراسيه. ممكن حاسه شويه يعني ايه الكلام ده، بس فعلا في ناس كتير ما بتقدرش تاخد المرتب ده في الشهر، فبالتالي اولادهم يحق لهم ان هم يلتحقوا بالمنحه الدراسيه. تالت حاجه لازم ما يكونش ابوك او والدتك عندهم عقار، ما بتمتلكش قطعه ارض، ما بتمتلكش بيت تاني غير البيت اللي انت موجود فيه. ولازم اهم حاجه يكون رصيد والدك او والدتك في البنك لا يزيد عن 50,000 جنيه. الشروط دي كلها انت ما بتجيبهاش من دماغك، او تروح تقول لهم كده بالكلام شفهيا كده. انت بتقدم بحث من اللجنة الاجتماعية اللي موجودة عندك في بلدك، اسمها النشاط الاجتماعي او ايا كان البحث الاجتماعي ده. بيطلع من مكان اسمه الشؤون الاجتماعية، وده موجود في كل المحافظات وكمان موجود في كل القرى. انت بتروح تقدم تقول لهم انا عايز اعمل بحث مفصل كامل عن حالتنا المادية وحالة والدي وحالة والدتي. هم من نفسهم بيدوك الملف الكامل اللي يثبت كل الكلام اللي انت في الحلقة ده، ان والدك دخله لا يزيد 10,000 جنيه، لا تمتلك اراضي، واذا بتمتلكهم هيقول لك في التقرير ده. ومن خلال التقرير ده انت بتروح تقدمه في الجامعه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي ايه، وبتتقبل على طول. لو كل الشروط دي منطبقة عليك بتتقبل على طول. وتاني حاجة كمان عايز اقول لكم المجموع هو ايه. لازم تكون بادئ من الثمانينات، المنحة بتبدأ من الثمانينات فيما طالع. لكن لو ظروفك اصعب فاصعب فانت المنحة بتاخدها اكتر فاكتر. يعني انت لو ظروفك اصعب من كده فانت يحق لك انك تحصل على المنحة بنسبة كبيرة جدا جدا. طبعا الورق ده كله تمام معاك، وان شاء الله لو انت يعني لا قدر الله جبت كمان 80% يبقى كده تمام. ناقص حاجة معينة، الكورس اللي تقدر تخش بيه اللي هو الانجليزي، بس نوع من انواع الانجليزي هو لغة تانية اسمها الايلتس. ده بتروح تقدم بعد ما تجتاز كل الكلام ده، بيدوك اختبار ايلتس بيشوف مستواك في الانجليزي عامل ازاي. النوع ده من اللغة اسمها ايلتس. انا هديلك كورس مجاني باذن الله، هنزلهولك كمان على الانستجرام باذن الله، تابعونا على الانستجرام باذن الله. هديك كورس مجاني تاخده باذن الله في خلال 3 ايام، هتبقى بيرفكت جدا جدا في الاسئله اللي بتتسال لك في الايلتس. يبقى انت كده تمام، اول الشروط منطبقه معاك. رقم واحد الشروط منطبقه معاك يبقى كده تمام. تاني حاجه الكورس معاك يبقى تمام. مجموعك ان شاء الله مش هيقل عن 80%، وانا اتمنى ان يزيد طبعا، ولكن الناس اللي مجموعها هتبقى 80% فيما اعلى وما التحقتش بالكليات الطب بمجموعها، المنحة إن شاء الله هتكون متاحة ليك، وبإذن الله تقدر تدرس كمان في جامعات أهلية بإذن الله. يعني وده القرار اللي نزل السنة دي، إن في منح هتكون موجودة في الجامعات الأهلية بإذن الله، سواء جامعة العالمين أو جامعة الجلالة بإذن الله.
والجامعة اللي بتقدم منح بشكل دوري كل سنة وبيلتحق فيها طلبة كتير جدا، وأعرف طلبة كتير جدا قدمت لهم السنة اللي فاتت والتحقوا في المنحة دي، هي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. بإذن الله بإذن الله كل الطلبة بإذن الله تبدأ تستعد، كل الطلبة تبدأ تستعد، لأن الجزء التاني هينزل قريب بإذن الله. هقول لك إزاي تقدم من الوقت كمان عشان تقدر تلحق مقعدك بإذن الله، ولكن ما يفولش على حد. ولكن حتى الطلبة اللي بتجيب فوق ال90% ما بتحبش تخش كليات عامة لأن الأجهزة متطورة قوي، بتقدر تلتحق كمان بالمنح دي وبيدرسوا في جامعات خاصة كمان. بإذن الله الفيديو الجاي بإذن الله هتكلم بالتفاصيل الأكتر بإذن الله، إزاي تبدأ تسجل وإزاي تبدأ تقدم بإذن الله. حبيت أقول لكم الفكرة وأقول لكم الشروط بإذن الله اللي تكون منطبق عليك تمام. لو مش منطبق عليك أو شرط واحد بس مش منطبق عليك فمش هتقدر تحصل على المنحة الدراسية بإذن الله. أنا هساعدكم بإذن الله وهكون معاكم أول بأول، وإن شاء الله خير لكل الطلبة اللي أتمنى بإذن الله تحقق حلمها وتخش الكليات اللي نفسها فيها وتبدأ تبدع. وهقول لك كمان على العيوب، ولكن مش هقول لك على عيوب المنحة دلوقتي، أنا هسيبها في الحلقة الجاية بإذن الله. هقول لك على مزايا وعيوب المنحة بإذن الله. ربنا يوفقكم يا أبطال في امتحاناتكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، ويسهل لكم الصعب ويفرح قلوبكم ويفرح أهاليكم بيكم بإذن الله. والدعوة الحلوة اللي دايما كانت بتدعي لنا في ثانوية عامة، يا رب ما تشمت حد فيك، لأن في ناس كتيرة بتشمت فيك لو أنت جبت لا قدر الله مجموع قليل. ولكن أنا معاكم بإذن الله، وبإذن الله خير الفترة الجاية هنزل لكم حاجات مهمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.